مستعدين تدخلوا معايا في عالم من الرعب والغموض؟ هنحكي النهاردة قصة 3 من أقوى وأشرس الشياطين في أنمي قاتل الشيطان. طبعا احنا عارفين بنتكلم على مين. الأقمار العلوية. الأقمار العلوية دول كانوا وحوش بجد، أكتر من كلمة وحوش حتى، بس كل وحش منهم في قصة حزينة هتخليك تفكر مليون مرة قبل ما تحكم عليه. عايز تعرف قصة الوحوش ال3 دول؟ يلا بينا نكتشف سوا ليه بقت حياتهم كده وليه وصلوا للنقطة دي. ولكن خلي بالك اللي هنقوله حاليا هو حرق للمانجا. يلا بينا نشوف. خلينا نعرف الأول مين هم الأقمار العليا. الأقمار العليا دول عددهم 12 واحد، بيتقسموا لنصين، 6 تحت و6 فوق. اللي فوق دول أقوى أكيد، يعني كلمة أعلى دي لوحدها بتقول كل حاجة، بس الكلمة عليا دي معناها إنهم أهم الشياطين، وأقرب واحد ليهم هو موزان، الشيطان اللي عايز يعيش للأبد مهما كان. دلوقتي هنسيب موزان ده على جنب كده شوية، خلينا نتكلم عن الأقمار العليا لأنهم هم البطل بتاعنا. هنتكلم على أقوى 3 فيهم ونشوف حياتهم كانت عاملة ازاي وازاي بيحاربوا وايه اللي بيحلموا بيه، يعني هنغوص في عالمهم ونشوفهم من جوه. مين هم أهم 3 أقمار عليا دول؟ أول حاجة أكازا طبعا، تاني حاجة دوما التعيس، وتالت حاجة كوكوشي بو. الشخص ده مازال غامض لحد الآن، أبو 8 عيون ولا 6 عيون ده. خلينا نبدأ مع بعض نتكلم أول حاجة عن أكازا، وبكرر مرة تانية إحنا هنحرق الأحداث. يلا بينا نبدأ. أول حاجة أنا شايف أكازا إن ده أحسن قمر علوي على الإطلاق. ليه بقى؟ خليني أقولك ليه. عشان هو الوحيد اللي فضل في حاجة من الإنسانية. قصته هي أحزن وأبشع قصة ممكن تسمعها عن أي حد فيهم. أكازا كان عنده قلب طيب أكتر من أي قمر تاني، وحتى بعد ما تحول لوحش لسه في جزء منه بيفكر إنه كان بني آدم ولسه حاسس بنفس الإحساس دلوقتي. زمان كان اسمه هاكوجي، وكان بطل في الكونغ فو أو فنون الدفاع عن النفس. قصته بدأت لما بدأ يسرق عشان يجيب علاج لأبوه المريض، بس الناس عملوا فيه مصيبة، رسموا علامة على إيده وقالوا إنه هو مجرم خطير بس عشان بيحب أبوه. بعد ما أبوه مات للأسف طردوه من بلدته، حياته بقت زي الجحيم. راح مكان تاني واتعلم فنون قتال جديدة وعاش حياة حلوة مع بنت أستاذه، بس الحسد والحقد خربوا كل حاجة، مفيش حاجة بتنتهي، وقتلوا أستاذه وبنته، يعني مش سايبين له حاجة في حياته حلوة. ودي كانت شرارة بدأت نار كبيرة جواه. موزان استغل النقطة دي وحوله لأكازا اللي نعرفه حاليا. يعني أكازا ما كانش شرير، لأ، موزان استغل النقطة اللي موجودة اللي فيه، واستغل ان هو قوي وخلاه على الشكل ده. في حاجات كتيرة في قصة أكازا ما حصلتش في الرواية، بس لازم تقرأوها عشان تعرفوا قد ايه حياته كانت صعبة ومؤلمة من أول ما اتولد لحد ما مات في الآخر. بالنسبة للفنون القتالية الخاصة بأكازا، فأكازا كان قوي قوي في القتال. قوته دي مش جت من فراغ، ده هو اللي طورها بنفسه، يعني مش عشان هو بقى شيطان بقى قوي، لأ، هو كان بيتعلم فنون القتال من قبل كده من هو صغير، وهو بيتخانق في الشارع عشان يجيب أكل أو دواء لأبوه. وبعد كده لما انضم لمكان بيتعلم فيه الكونغ فو بقى أقوى واحد فيهم وأقوى من كل اللي حواليه، يعني هو أصلا كان يعتبر وحش وهو بني آدم، فما بالك لما بقى شيطان. المهم اللي خلى موزان يعجبه أكازا ويخليه واحد من أقماره العليا، بل أكتر واحد بيفضله، هو لما أكازا انتقم لصاحبه وبنته اللي ماتوا. أكازا ضرب الناس اللي قتلوهم بطريقة وحشية قوي وهو كان لسه بني آدم. ومش بس كده، هو كان بيقاتل بإيديه وبرجليه من غير أي سلاح زي الوحش بالظبط، يعني حرفيا خلص عليهم بس في إيديه. أكازا كان عنده قدرة غريبة إنه يخلي ضرباته تعمل موجات صدمة قوية كده بتخلي جسم العدو يتحطم، يعني ممكن ما يلمس العدو بتاعه أصلا. وكمان كان عنده فنون قتال خاصة اتعلمها من أستاذه وحولها لأسلوب قتال خاص بيه، والأهم من ده كله هو كان بيقدر يجدد جسمه بسرعة رهيبة. شفتوا القتال اللي كان حصل مع هشيرة اللهب؟ يعني أي جرح بيحصل ليه بيختفي على طول. في شبه جدا من قوة موزان، عشان كده موزان بيفضله. هو أصلا كان وحش وهو بني آدم، فلما بقى شيطان محدش فينا شاف قوته الحقيقية لسه. ندخل بعد كده على قصة دوما. دوما ده شخص مش مفهوم، شخص غريب، حاجة كده خارجة من البلاعة بمعنى أصح، ما تفهمش هو لازمته ايه في القصة. يعني احنا ليه بنحكي قصته أصلا؟ هو كل اللي عمله ان هو كان وحش بيقتل الناس من غير ما يحس بمشاعرهم، وهو بشري. هو بشري. تخيلوا واحد كده عنده عينين غريبة لونها مختلف، بس في كل واحدة منها لون مختلف. الناس كانت بتعبده زي الإله بس عشان عينيه ده. يعني دوما ده كان عنده عقلية مش طبيعية، بيحب نفسه قوي وبيفكر انه
اهم واحد في الدنيا، وهو كمان كان بيستمتع بقتل الناس وخصوصا الستات. بعدين قابل موزان وتحول لوحش اقوى من اكازا كمان، ولو اني شايفه ان اكازا اقوى منه ولكن لا بأس. بس اكازا على الاقل كان عنده مشاعر، اما دوما فكان بارد ومش بيحس بحاجه. يعني قصته كلها ما فيهاش حاجه حلوه ولا حاجه تخلينا نحبه، هو بس كان وحش بيقتل عشان المتعه. يعني انا مش شايفه ان في حاجه ممكن نتعاطف معاه مع دوما، الا لو في حاجه ظهرت، الله اعلم. الاسلوب القتالي الخاص بدوما كان بيستخدم مراوح حاده قوي في القتال. المراوح دي كانت بتبقى قويه جدا لدرجه ان اقوى السيوف ما كانش بتقدر تكسرها. وده مش كل حاجه، هو كمان كان بياكل الناس عشان ياخد قوتهم ويقوي نفسه، زي ما عمل مع اخت شينوبو وام اونوسكي. يعني اينوسكي للاسف امه اللي موتها هو دوما، ولسه هيكتشف كده قدام. شرب دمهم ولما خلصوا ما بقاش فيهم اي حاجه، يعني حرفيا صفاهم من الدم. كان بيستخدم الجليد في قتاله، وده عشان هو كان شخص بارد ومش بيحس. الجليد ده كان حاجه قويه قوي، والهشيره اللي بيحاربوا الشياطين ما كانوش بيقدروا يعملوا فيه حاجه. هو كمان كان بيعمل تماثيل من الجليد عشان تساعده في القتال، ودي كانت حاجه صعبه جدا ان حد ينتصر عليها. بس في الاخر شينوبو قدرت تعرف نقطه ضعفه بعد ما ضحت كتير، يعني هي اكتشفت ازاي تقدر تهزمه. اخر حاجه وهو القمر العلوي الاول اللي هو كوكوشيبو، ده كان زعيم الاقمار العليا، وموزان اللي هو زعيم الشياطين كله ما كانش بيقدر يأمر عليه. يعني هو باختصار كوكوشيبو اعمل اللي انت عايزه، الحياه حياتك، البيت بيتك، كل حاجه بتاعتك، شوف انت عايز ايه واعمل. يعني كوكوشيبو كان بيحترم موزان، بس كان بيعمل اللي هو عايزه، اللي في دماغي هعمله. كل الاقمار التانية كانت بتخاف منه ومش بتقدر تعارضه عشان هو اقوى واحد فيهم. يعني هو يعني جدا ممكن تقولك لو في امر ما بين موزان وما بين كوكوشيبو فالاقمار العليا هتسمع كوكوشيبو اكتر، على الرغم ان موزان هو اللي عمل. زمان كان اسمه ميتشيكاتسو مش كوكوشيبو، وكان اخو يوروتشي اللي كان اقوى ساموراي في زمانه. ميتشاكيتسو كان بيغير من اخوه عشان هو كان اقوى منه، ودي اللي خلت ميتشاكيتسو يتحول لوحش. مين ميتشاكيتسو ده؟ كوكوشيبو ده اسمه القديم لما كان بشري، من يوريتشي ده اخوه، عشان الناس اللي بتطلع بنظريات وبتقول ان كوكوشيبو ده والد تانجيرو، لا، كوكوشيبو كان مرتبط بكتير من الشخصيات في القصة زي ميتسوري وباناي. كوكوشيبو كان بيستخدم سيف زي الساموراي، وعنده اساليب قتال خاصه بيه كتير قوي، وبعد ما تحول لوحش قوته زادت بشكل رهيب. هو كان اخطر واحد في الاقمار العليا عشان عنده خبره كبيره في القتال، وهو كان بشري. تخيلوا كده معانا 3 من اقوى محاربين في العالم حاولوا يقتلوا كوكوشيبو، بس ما عرفوش يقتلوه الا بعد ما ضحوا ببعضهم. يعني حتى لما كانوا بيضربوه هو كان بيرجع تاني بسرعه عشان عنده قدره على التجدد، بس في الاخر واحد فيهم قدر يقتله بالسلاح الخاص. يعني كوكوشيبو كان وحش قوي قوي، مش سهل ان حد يهزمه، وده اللي بيخليه اهم واقوى واحد في الاقمار العليا، وبل بيحطه في مساواة مع موزان، ان هو في نفس قوته ممكن يتفوق عليه كمان. اتمنى الملخص كان عجبكم، واتمنى الناس اللي ما اتحرقش عليها. عرفنا اهمية اكازا ودوما وكوكوشيبو من هم في الاصل وماضيهم الحزين. بالنسبة لي اكتر واحد حزين عشانه هو اكازا، رغم ان هو شرير بس بنحبه. نلتقي في نظرية جديدة وفي ملخصات جديدة، مع السلامة.